كل سنة وانتم طيبين. يلا هنعمل مع بعض فطار أول يوم رمضان. يلا هنقول بسم الله وهنعمل المحلول اللي هنحط فيه البطاية. المحلول ده بيوفر عليكي كتير جدا جدا، وبيخلي الحاجة معاكي كده طرية وجوسي وجميلة جدا جدا. حتى بيخلي اللحم بتاع الفراخ أو البط أو أيا كان اللي هتحطيه فيه بيبقى طري وبيبقى أبيض. زي ما انتم شايفين حطيت معلقتين ملح، معلقتين من السكر، ورق لوري، حبهان، قرفة خشب، كل الحاجات اللي بنحطها للشوربة هتحطيها في الطبق ده معانا. ومية عادية مش سخنة ولا حاجة، ده مية من الحنفية عادي. وهنقلب كل ده زي ما انتوا شايفين مع بعض. وبعد كده هنحط البطاية فيه، وهنحط معاها ليمونة كمان. عايزة تبيتيه بيتيه، عايزة تخليه مثلا كذا ساعة اللي يعجبك. انا الصراحة بيته، يعني انا طلعتها حطيتها من بالليل للصبح، قمت على طول طبخت بقى. بس كده هنبدأ بقى مع بعض. بصوا انا عامله كميه بصل. هتقولي لي يا ام ادم انت عامله الكميه دي كلها ليه؟ انت عندك فرح ولا عامله عزومه؟ هقول لكم لا. أنا جِبت من اللحمة المفرومة، جِبت منها كيلو إلا ربع بس. اللحمة المفرومة ب300، مش عارفة ب300 وكسور، اللي هي اللحمة مش البلدي ولا الجملي، ده المستوردة كمان. المستوردة دي أنا كنت باقرف أجيبها أصلًا، ما كنتش باحبها. بس جِبتها بقى لأمرٍ ما، يعني ما فيش حد جنبي بتاع جملي، ولا أنا كنت عاملة حسابي وجايبة جملي. فجِبت اللحمة دي، جِبت الكيلو إلا ربع ب210. يعني حاجة ما تتصدقش، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. الحمد لله على كل حال. فأنا كنت هاعمل صينية مكرونة بشاميل، وكنت هاعمل صينية جلاش باللحمة. وبنتي هي كمان اقترحت عليَّ عايزة تاكل سمبوسة. فكل ده هيكفي إزاي ما شاء الله يعني. العزومة دي كلها هتكفي إزاي بكيلو إلا ربع لحمة بس؟ فقُلت بس أنا هاكتر البصل علشان خاطر ده مع ده يكتر شوية بقى، يديكِ نُص الكمية زيادة طبعًا. ما شاء الله قطعت بتاع كيلو ونص بصل على كيلو إلا ربع لحمة. على فكرة مش هيبان، مش هيفرق، هو بالعكس هيخلي الأكلة تحلو، وهيدي طعم مسكر أكتر، مش أكتر من كده. يبقى انتي زودتي الطبخة بتاعتك بالبصلة، وخليتيها مسكرة في نفس الوقت. بس هنا زي ما انتوا شايفين حطينا بقى البصلة يا دوبك اتحمرت، وحطيت عليها شوية ملح عشان تدبل وتستوي معانا بسرعة. بس كده. ومسكناها رُحنا شمّعناها على النار زي ما أنتم شايفين، ونزلنا باللحمة والتوابل الكاملة وكده، معلقة صلصة، وحبّة بابريكا صغيّرين، وخلصنا منها الحمد لله. وهنعمل البشاميل. عفوًا يا جماعة، اللي متابع معايا من قبل كده يعني عارف إن أنا صوتي تعبان. فأنا الحمد لله على كل حال بيتحسن ويرجع تاني، فسامحوني لو مش فاهمين أوي منّي أو صوتي هيزعج حد. بس كده زي ما انتوا شايفين هتحطي طبعا دقيق حسب الرغبة او على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. ممكن فردين اتنين هتعملي على قد الفردين 4 معالق. ما شاء الله اكتر 5 6 زي ما انت عايزة، دي حسب الرغبة. هتحطي برضو انت عايزة زيت ماشي، عايزة سمنة ماشي، اللي يعجبك. انا بحط ده وده. يعني انا بحط زيت عشان يدي لمعان كده والدنيا تبقى سايلة وحلوة، وبحط السمنة عشان الريحة والطعم. بصوا حسيت ان انا عايزة حتة سمنة تاني، جبت حتة سمنة. ما بعرفش اعمل حاجة من خلف الكاميرا نهائي. انا بعمل حاجة، كل حاجة بما يرضي الله، علشان لما اللي يعمل الوصفة بالظبط يدعيلي دعوة حلوة. هي دي اللي قعدالي. بصوا حسيت هنا ان الحلة صغيرة على الكمية اللي انا عاملاها، فهنقل ده مكان ده. بس كده. وهنقلب بقى مع بعض. المهم ان هو ما يكتلش منك نهائي، علشان ما تتعبيش يعني الدنيا تقف معاكي. هناخد بقى حبة شوربة من البطاية اليتيمة دي، وهنقعد بقى نقلبه لحد ما يسيل معانا. انا في الحله اكبر من كده كنت بكب مره واحده واقلب اقلب اقلب، هو اللي يتقل معايا. انما انا كده هو تقل وانا اللي بخففه. انما انا على طول بتتابعوني او تشوفوا الفيديوهات اللي قبل سابق، على طول بيبقى خفيف مني، هو بيتقل براحته. بس هنا الحله عشان كانت صغيره. بس هنحط توابل كامله، وهنحط ملح، وهنحط مكعب من المرق. وكده الدنيا تمام قوي. بس كده خلاص زي ما انتوا شايفين. كنت بس بشوف كده التقل بتاعه، السمك بتاعه عامل ازاي. كده الحمد لله. يا دوبك كان هدي شويه شويه مش كتير، وحطيت البضايه. هتقولي طب البضايه كده مش هتستوي؟ هقول لك لا مش هتستوي. قلبيها بسرعه بسرعه، لان كان الوقت ازف معايا، وكنت عايزه اخلص صينيه البشاميل واحطها في الفرن، عشان لسه في حاجات تانية ورايا.
بس الحركة دي جميلة جدًا، جدًا، لازمًا تعمليها. بُصّوا عاملة إزاي، بتحطّي معلقة لحمة مفرومة، حبّة بشاميل أو كبشتين بشاميل وبيضاية، وبتقلّبي كلّه في قلب بعضيه وبتروحي حاطاه. هتقولي لي إيه الفكرة اللي أنتِ بتعمليها؟ هاقول لِك الفكرة إن لو في مثلًا في قلب الطاجن أو قلب الصينية حتّة مكرونة ما فيهاش لحمة، يبقى دي كده واصلها كل حاجة. بس بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط أول طبقة، ودي كانت الجبنة كنت أنا ناسياها أصلًا، فحطيت حتّة في البشاميل لقيتها لسه متلّجة شوية، رُحت حاطاها كلّها زي ما هي. هننزل بقى كده باللحمة، والله ما شاء الله اللهم لك الحمد كفّة وزيادة، يعني كل حاجة بفضل ربنا. طول ما بركة ربنا موجودة اوعي تقلقي من أي حاجة، ولا تقولي أي حاجة، ولا تيأسي ولا تزعلي، لأ، ده ربنا هو قادر على كل شيء، ربنا علام الغيوب. لمّا تكوني جايبة حاجة بسيطة ادعي ربنا إن ربنا يبارك فيها، واقعدي اذكري ربنا كتير أوي، فهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى حَس بيكِ وهيبارك لِك في الحاجة اللي في إيديكِ، هتحسي إن أنتِ جايبة أكتر من اللي كنتِ متخيلاه. بس هنا كده زي ما أنتم شايفين عملنا عملنا الرق التاني وهننزل بقى بالبشاميل. كان طعمها جميل جدًا، جدًا بجد، أول مرّة في حياتي آكل مكرونة مسكّرة كده، أنا كل مرّة باعملها جميلة، بس والله العظيم ما شكرانية في نفسي. أول مرّة في حياتي آكل مكرونة بشاميل مسكّرة أوي، أوي كده، وجميلة أوي كده، برغم إن أنا ما باحبش اللحمة اللي هي المستوردة دي أبدًا، مجمدة، مش باحبها نهائي. بس هو سبحان الله خلاص بقى ظرف واتحطيت فيه، يا هاعمل يا مش هاعمل. لأ طبعًا هاعمل، وإحنا مش في وقت مثلًا أيام عادية، دي بنتي الحشرية أهي، بُصّوا ظهرت أهي. أقدر أقول لكم إن هي لازمًا كل فيديو تظهر فيه ولازمًا تعمل أي حاجة. الصراحة مش بتعمل كده عشان الكاميرا، لأ هي بتعمل كده عشان بتحب تساعدني وبتحب تدخل المطبخ. للأسف ما عرفتش أصور لكم السمبوسة، كان نفسي أصورها لكم جدًا، جدًا، بس هي اللي عملتها. هي لقيتني بقى أنا واقفة في المطبخ بقى متوترة ومتضايقة ومش عايزة حد يقف معايا، فسحبت نفسها، دخلت خدت حبة لحمة مفرومة، وخدت معاها حبة ميكس جبن، وراحت بقى طالعة عاشت حياتها برّه. دخلت لي بيها الصراحة جاهزة، ربنا يبارك فيهم يا رب لينا وليكم. الأولاد نعمة وفضل من عند ربنا، ربنا يبارك فيهم ويصلح حالهم يا رب، يكفيهم شر أي حاجة وحشة. هنا كنا بنغرف الأكل زي ما أنتم شايفين. أحلى حاجة في المكرونة كانت المطة بتاعتها جميلة جدًا، جدًا. هتقولي لي المكرونة لو من فوق مش متحمرة أوي، هاقول لكم لأ هي متحمرة وجميلة. هُم قالوا لي طلّعيها يعني ما تكونش حمرا أوي عشان المطة تبقى لسه زي ما هي. أشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والفولو.